السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الكعك الوجدي الغني عن التعريف. كيجي اكثر من رائع واقتصادي وبمقادير موجودة في كل بيت. بقاو معايا من اول فيديو لاخره باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. في المقادير غادي نحتاجو نص كيلو ديال الدقيق الابيض الفورس، نص كيلو، وعندي 2 المعالق كبار ديال النافع محمر ومهرمش. عندي نص كاس ديال الكاوكاو حتى هو محمر ومهرمش كما كتشوفوا معايا. عندي نص كاس تقريبا صغير ديال الزنجلان حتى هو محمر ولكن خليته هكاك صاين. عندي معلقه صغيره ديال السكر ومعلقه ديال الملحه وكاس ديال الزيت، نص كاس ديال الزبده دايبه والماء باش نجمع العجين. وعندي خماره بفئه 7 غرام، وعندي ساشيه ديال السكر بنكهه الفانيلا. وغادي نحتاجو بيضه راني ما حطيتهمش هنايا مع المقادير. وعندي الماء اللي جمع العجين. غادي نضيف هنايا النواشف كاملين مع بعضهم، والسكر كيبقى على حسب الذوق. الا بغيتوه يجيكم حلو ديروا نص كاس ديال السنيده. انا هنايا درت غير معلقه صغيره ما بغيتوش يجيني حلو نهائيا. هنايا راه جاني بحال المالح. غادي نخلط النواشف مع بعضهم على هذا الشكل هذا مزيان. وغادي نضيف الزيت، وغادي نضيف نص كاس ديال الزبده. غادي نبسبس بهم داك الدقيق. وغادي دابا ندير خماره ديال الحلوى من فئه 8 غرام. وغادي ندير الساشيه بسكر الفانيلا صافي. وغادي نضيف البيضه حتى هي، وغادي نبسبس هاد الخليط ديالي مزيان. نضيفوا بيضه متوسطه بحجم متوسط. غادي نضيف كاس ديال الزيت صغير، وغادي نضيف نص كاس ديال الزبده دايبه، اي نوعيه ديال الزبده راه كتجي فيه صافي. غادي نبسبس الخليط ديالي مزيان على هذا الشكل هذا، حتى يتبسبس ليا مزيان داك الدقيق يتلبس بداك الزيت والزبده باش يجيني الكعك كيجي مرمل وكيجي زوين بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. وما تنساوش اخواتي الا عجبكم محتوى الفيديو بارطاجيوه مع الاهل والاحباب، ودعموني باللايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا. بعد ما بسبست الخليط ديالي غادي نجيب الماء دافئ وغادي نعجن العجينه ديالي عادي. الماء ما يكونش دافئ بزاف، غير شويه صافي. غادي نخلط الخليط ديالي على هذا الشكل هذا بحال اللي كنعجن اي عجينه، كتجمعوه عادي على هذا الشكل هذا. والعجينه ديالو راه ضروري كتكون مرخوفه شويه، ما كتقصحوهاش باش كيجي الكعك زوين. هذا سر من اسرار النجاح ديالو. كتخلطوها على هذا الشكل هذا وكتجمعوها وكتدلكوها. هي صراحه راه كتبغي شويه الدليك. كتجمعوها مزيان على هذا الشكل هذا. غادي نستمر على هذه الطريقه هذه تنجمع العجينه ديالي كما كتشوفوا. راه كتجي مرخوفه وكتجي جا مجموعه، ما كتلصق ما والو واخا مرخوفه. راه كتساعدكم في الخدمه، كتجي زوينه بزاف. غادي ندلكها على هذا الشكل هذا، وغادي نديرها في واحد الاناء صغير باش غادي نشكلوها مع بعضنا على شكل الكعك الوجدي. غاديرها في واحد الاناء صغير على هذا الشكل هذا. وهنايا راني وجدت اللاطه ديال الفران، فرشت ليها واحد بابي كويسو صافي. غادي ندير هنايا غنحتاج واحد السكين، وغادي نحتاج شويه دقيق صافي. وغادي نشكل هكا حرابيل رقاقين باش غادي نشكلوا الكعك ديالنا. اللي ما عندوش ديك الاله ديال اللي خاصه بالكعك كيدير هاد الطريقه هذه. وراه حتى هاد الطريقه راه كيجي زوين بزاف صراحه. كتحاولوا ترقوهم شويه حيت الكعك فيه الخميره مازال كيتنفخ في الفران. غادي ندوروهم على هاد الشكل هذا وكتجمعوهم هكا. غادي نستمر على هاد الطريقه هذه حتى كديروهم هكا حرابيل، كدوروهم وكتلصقوهم. وراه ما كيتفكوش نهائيا، غتلصقوهم غير عادي هكا بلا ما بلا حتى شي حاجه. غير كتحاولوا ترقوه مزيان حيت راه كيتنفخ باش قد ما كان رقيق كيجي زوين كيجي مقرمش. غادي ندير على هذا الشكل هذا. غادي نستمر هكا تندير 4 ديال هكا حرابيل. وغادي نوريكم الطريقه ديالو كيفاش دايره. كتستعنوا بشويه الدقيق وكتهبطوه هكا، كتبسطوه شويه هكا بالصباع ديالكم صافي. وكتاخذوا واحد السكين كما كتشوفوا معايا في الصوره. كتاخذوا السكين وكديروا له هكا هكا شريطات في الجناب
ضروري يعني هاد المقيشات هما اللي معروفين يعني عند الكعك الوجدي. صافي كديروا ليه على هاد الشكل هذا، صافي كتحطوا في اللاطه. يعني غنستمر على هاد الطريقه هذه، وغادي نزيد نوريكم يعني واحد اخر. كتهبطوا هكا، كتبسطوه شويه هكا باليد ديالكم صافي يعني، وكديروا السكين ديالكم وكتنقشوه يعني من الجناب على هذا الشكل هذا. وضروري كتستعنوا بالدقيق لان العجينه شويه يعني مرخوفه، ضروري يعني الدقيق كيساعدكم. صافي كدوروهم هكا على هذا الشكل هذا، كتنقشوه هكا من الجنيبات ديالو بالسكين. يعني والسكين راه مقلوب يعني ماشي من الجهه اللي الماضيه، يعني من الجهه الاخرى. صافي يعني غنستمر على هاد الطريقه هذه حتى نسالي الكعك ديالي كامل ونرجع معكم. بعد ما ساليت الكعك ديالي هنايا راني دهنته بالبيض مخلط مع شويه ديال الفاني، دهنته به ورشيته بالزنجلان على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. ودابا راه غندخلو الفران، يعني الفران راني شاعلاه من قبل يعني سخون، غادي ندخلو على نار متوسطه حتى يتحمر ونرجع معكم. ها هو الكعك ديالنا بعد ما طيبته صراحه كيجي اكثر من رائع، ما كيشدش الطياب بزاف في الفران، دغيا كيطيب وكيجي محمر ومقرمش. ترافقوه هكا مع اتاي ولا القهوه وما فيهش سكر بزاف، كيجي صحي كيجي زوين بزاف. كنتمنى تجربوه وينال اعجابكم. وما تنساوش اخواتي دعموني باللايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا، وانا كنتظر تعاليقكم وارائكم، ونشوفكم على خير ان شاء الله الى فيديو قادم.